مرحبا أصدقائي، شلونكم شخباركم؟ وهسه رجعت لكم فيديو جديد وأني رايحة الكندا. بس عندي كم شغلة أكملها إن شاء الله، وهمين أصور لكم بطريقي. طبعا هذا بنياجرا فولز، هذا الفندق هم فندق وهم كازينو. إن شاء الله بالمستقبل أجي أسوي لكم فيديو عليه ببوفيه كلش أكله طيب. وهسه من هنا راح نفوت على كندا. طبعا قبل فترة صار الحادث هنا، السيارة اللي انضربت من هاي الجهة، ما أعرف إذا مسدود ولا مفتوح. تقريبا صار له أسبوع وشوية. كندا USA كندا. منين كندا؟ يا هو هاي منا كندا. بس واحد مفتوح، والله ماكو سرعة قليل. هاي هسه احنا بعدنا بأمريكا، ندخل الحدود الأمريكية على كندا. وهسه دفعنا $5 على الحدود الأمريكية ورايحين على الحدود الكندية. وهاي نياجرا فولز، الشلالات من هاي. ماكو حد، أول مرة بحياتي أفوت على كندا كلش ماكو، يعني ماكو سيارات. كنت قبل من أجي ازدحام، هذا كله متروس، هذا الشارع دا تشوفوا كله متروس. بس على ما أعتقد لأن صارت هاي الضربة فالناس كلش قليلة. وهمينا شتاء، مو بابا شتاء اليوم. وهسه جينا هاي منا هاي الحدود الكندية. أي واحد، 3 بس مفتوحات. يلا أول واحد يجاني. وهسه دخلنا، خلصنا من الحدود، فراح أخذ هذا الشارع هاي هيك من هاي. مع الشلالات هالقد ما مي يصير على السيارات. مكتوب نو باركينج. تتذكر من جينا هنايا وصعدنا فوق؟ فوق هاي الحديقة، بس ما نزلنا جوا لين كان الناس كومة ازدحام. هاي بالصيف. بس هذول وين صافين؟ يا الله شوف الشلال شيت حلو، بس كلش ناس قليلة. هذيك بارك أكيد، ما طول اكو سيارات. هاي شوف. طبعا ذني كل المطاعم. شوف الألوان ايش قد حلوة والهاي مسويها. هاي مال شو اسمه، بيت الرعب، هذا اللي هنا. يا طلعته. انا اخذت فلافل همينه مثلك، بدنا نجربها. اي فهسه انا بمحل عربي بكندا اخذت لفتين فلافل، بدنا نجربها. هذا المحل وهسه راح اصور لكم اياه همينه من قدام
طبعا اخذتها بدون سبايسي، ما ادري صوتي طالع ولا لا، صوت قوي. ما عجبت ابوي لان حاره. اي فهسه جينا قعدنا هنايا وراح ناكل بالسياره. اي ريحتها زينه بس ما ادري اشوف طعمها شلونه. شكلها نقول بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله صار ايش قد ناكل من مطاعم عربيه. بس احنا بكندا، هذا الاكل مطعم عربي بكندا. ما فد يوم اكلنا وقلنا عليه اكل طيب 100 صراحه. ماكو مو مثل يعني من رحت للعراق ورحت السعوديه والتركيه، اكلهم غير شكل سبحان الله. يعني الميدل ايست اللي هناك، يعني الشرق الاوسط عن جد يعني اكلهم طيب مو مثل هنايا. تقول عبالك يعني ما ادري ما يعرفون يسوون اكل وفتحوا محل هيك. يلا هسه متى يقولون عندنا محلات؟ في عرفوا يقولوا بسوريا عندنا محلات هوايه بس ما اعرف. قد تقيمها بابا؟ شيء على شيء 7. والله أنا إذا أقول 7 لو 8 يعني، بس لو شوي الحرارة مالتها أخف كان أطيب. مثل الفلافل هي العراقية. خلنا نفتح مالتي السفر. يا الله راسي يوجعني، أنا جايبة قهوة. يلا ما نكمل ونروح نشرب قهوة شي. عشان نشرب قهوة. أنا متعنة إذا ما يومي أشرب قهوة أحس راسي يظل يفتر يعني ما أدري. وهسه شبعنا الحمد لله أكلنا، فهسه راح نتحرك بس نشوف إن شاء الله وين راح نروح. أول شي راح أخذ قهوة يعني بعد فد ربع ساعة هيجي لأن دا أشرب 7. وراها نروح طبعا أنا رديت أنزل على الشلالات بس كان مطر كلش قوي، مو مطر هذا هي مال الشلالات الرذاذ، فما قدرت أنزل وأنا ما لابسة هواية وبارك ماكو، فقلت غير مرة إن شاء الله أريد أجي مرة ثانية مشي وأصور بيها إن شاء الله. وهسه كملنا وهسه احنا على الحدود الأمريكية، بدنا ندخل على أمريكا. طبعا أنا صار لي ساعة أحكي طلعت ما مصورة، فهسه قلت خلي ألحق ما طلعني على الحدود الأمريكية خل أصور. أبوي يفر براسه. Oh my god. المهم فكانت عندي شغلة هنايا بكندا وهسه دا يعني كملت الشغلة الحمد لله صارت وهسه راجعة. اي فما ظلينا هواية بيها، ظلينا بس ساعتين هيك 3 ساعات وافترينا شوية على اساس اني انزل على الشلالات بس ما لقيت بارك، وهمين الرذاذ مال الشلالات كلش قوي وما لابسين هدوم يعني ضد المي، فقلنا يلا خليها غير مرة ان شاء الله بالصيف اجي اصور لكم تصوير كامل والمحلات والمكانات اللي انا اروح لها. ايه فهسه طالعين لو مالتهم البريك لو شوف شنو. Hey, how you doing? Good, how are you? Good. Where's home for you? Buffalo. Okay, roll down the window. Why'd you go to Canada? Around here for lunch. You guys just went for lunch? Yes. You guys family? Yeah, my dad. Okay. This year? Anything to declare coming into the U.S.? No, nothing. You're all set. Thank you so much. Thank Have a you. good day. You too. وهسه جينا على مكان ماركت فار ماركت، خلينا نشوف اذا اكو عندهم تفاح او اي شيء على الطريق. مبين عنده هواي شغلات من جوا. هسه اكو ننزل. هو 35 دامشي. خطية قطة مدعومة. طلع هسه؟ اي طلع من زمان. اي فاليوم طالعة انا واختي رايحين على نياجرا فولز، ما طول عندي عطلة السبت واحد، فقلت انا ليش اظل بالبيت.
استغل الفرصة واروح اتونس وهمين اصور لكم في طريقي. فرايحين على نياجرا فولز الامريكية، اصور لكم الشلالات وهيك شغلات يعني هناك. بس هي برد طبعا، اليوم باردة، الجو بارد، بس نتونس سوا. يلا تعالوا وياي. وهسه احنا على نياجرا الامريكية رايحين، بس الجو كلش بارد، ماكو احد. يعرف الصوت. يعرف. هذاك باع شو موقف. Oh my god, such a cutie. Come here. جوعانات. شوف هذيك، هذاك واحد صاعد فوق قاعد. ليش مساديه؟ هسه نشوف اذا هذا نصعد، هذاك المكان راح نصعد فوق. اذا هاي تحطون هنا 25 سنت، هذا الناظور تحطون 25 سنت وينفتح، تباعون المنظر. طبعا بالصيف اكو سفن من هنا يفوتن جوا الشلال. سعر النفر الواحد $50. اكو على الكندية واكو على الامريكية. الناس اللي داخل امريكا يلبسون مال مطرية لون ازرق، واللي الكندية يلبسون احمر. واكو سفينتين من كل جهة، سفينتين. ف ان شاء الله بالصيف اروح اركبها. هسه أنا واقفة على الشلالات، بس أكو شمس قوية وباردة ثلج. فشوفوا صاحبي حلوة الأجواء. طبعا ما أعرف إذا تسمعون صوتي ولا لا، بس صوت الشلال كلش قوي، والرذاذ مال المطر يعني مال الشلال مال المي كله بوجهي، وشمس وباردة. فتخيلوا الأجواء شلونها. طبعا عبالي اصعد على هذا المكان هنا، بس طلع مسدود، قاعد العمال ينظفون بيه. يعني حظ لين اليوم جيت مسدود، كان كلش يعني المنظر يخبل من هناك. من هناك كندا. طبعا هسه مال هاد شوكولات، شوكولاتة حارة، وعلى هالاجواء وعلى هالشلال يخبل يصير، واحد يدفى شوية. فاكيد 100 هسه من راح اروح لهناك يعني على السيارة، راح اشتري لو هاد شوكولات لو يعني فشي حار. صحيح خل اقول لكم همينة على البارك مال السيارة هنايا ابد ماكو بلاش البارك. بس على ما اعتقد بشهر الواحد على الثاني يصير الباركينج ببلاش، يعني تجي فترة يفتحوها للناس.
بس الباقي اكو على الشارع تبركون الساعة الوحدة $3. هسه انا اخذ ساعتين $6. واكو اللي قدام جوه شلالات بعد لي جوه $10 باليوم، بس لي جوه شوية. والكندية $35 كندي البارك باليوم على ما اعتقد، يعني انا اللي ادري بيه. حتى ما دا اقدر احكي من البرد لانه انا دائما اجي لهنا بالصيف، يعني بالشتاء ما جايه، كلش قليل اجي. بس بالصيف كلش ازدحام، وما اعتقد يعني بسهوله تلقون البارك صعب. بعد ان شاء الله بالصيف اجي اسوي لكم تور كامل على الباصات، واكو باصات داخليه تفرجكم جوه، لان الحديقه كلش كبيره. بس هسه حاليا ماكو موجودات، يعني واقفين. ايه وبس. وهسه شويه ابتعدنا عن الشلالات هيجي صار هذاك هذا كله شلال. ها واحد من الشلالات، هن 3 عندي 4 اكو جوا همينه، بس احنا جينا على اقرب واحد على الشارع، يعني بصف كندا. ودا نمشي يجوز نعبر جوا. وبالصيف هنا من تجون دائما اكو فعاليات، دائما يسوون حفلات موسيقى، حفلات غناء. ما شاء الله تبارك الرحمن. شوف المنظر ايش قد حلو. يعني هسه من ابتعدت عن الشلال شويه، الرذاذ مال الشلال المي خف والهواء خف وشمس عليك، تجي تقعد هنا وين هذن هنا قعدات الحجرات، وتجيب القهوه وياك. ما شاء الله، يعني كلش جوي روعه، خاصة من تطلع الشمس، يعني بالشتاء. يعني تعرفون هنا بنيويورك الشمس كلش قليلة، هواية يعني غيوم بالشتاء. طبعا أنا بالصيف دائما كنت أجي هنا أمشي، كلش تشعرون بالراحة النفسية، يعني ضغوطات الشغل، المدرسة، أي شيء عنده واحد ضغوطات، يجي يمشي يرتاح نفسيا. والله حتى هسه مو باردة، الجو بارد، أحس دماغي صار فريش من الجو البارد، يعني صار فريش من جديد وجديد. أي فشوفوا شعراتي ما عليكم بأي شيء، لأن أعرف لأن الجو. وهسه راح نروح نعبر هذا الجسر، اكو حديقة جوا، هم شلالات اكو، بس غير شكل عن هذا اللي هنايا، واشوف لكم اياه. يعني حتى المنطقة امان، حاطين كاميرات وحاطين اضوية. شوف الكاميرا هنايا، بكل مكان كاميرات، وين ما تروحون كاميرات. بس يفضل هم يقولون ورا 9 بالليل لحد يجي. اي طبعا الواحد يوقع هنا يروح يجي بعد. طبعا تراجعنا، قلنا ما نروح على الجسر لان المسافة بعيدة، تقريبا 20 دقيقة مشي، فقلنا احسن شي نروح نشرب قهوة او هات شوكولات. اكو هنا سبات كافي قريبة وين البارك تبركون، واكو محل يبيع كوكيز وكيك وهيك شغلات، فراح نروح اللي هناك حتى شوي نتفه. واني وامشي راح اصور لكم هذا الطريق كله. لا ليش مصعد؟ بس عن جد يعني سبحان الله، الخضار يغير من الطبيعة كليا، مو مثل هسه. يعني هسه شوف، يعني من واحد يجي بالصيف غير شكل سبحان الله. ان شاء الله طبعا اكيد ان شاء الله اجي بالصيف. وطبعا بكل مكان حاطيلكم ساين. هسه هنايا هاي الساين
مكتوب كافي، يعني من هاي الجهة تروحون على محل مال كافي ومكتوب فيزيتر سنتر. وهناية همين ذني معاكم همين هناية السفن توقف وهاي الشغلات كلها موجودات. يعني أي مكان تروحوا له محاطيلكم علامة، يعني حتى الناس اللي ما تعرف يعني مثلا إنجليزي أو غير لغة جايين من أوروبا. من هاي وهاي المكان الستيشن مال الباصات يجون يوقفون هنايا. طبعا اللي مشتركين او اللي دافعين فلوس يجون هنا يوقفون ويجون ياخذوهم يسوون لهم تور، يعني يفروهم بهاي المنطقة كلها. باص مفتوح، سيارة مفتوحة، ما باص مفتوح هيك شكلها، بس كلش حلو. يعني تشوفون المنظر، يعني خاصة للناس اللي كبار بالعمر ما يتعبون اذا لهم قاعدين ياخذون يعني فرة وهم قاعدين، كلش حلو. طبعا هذا هناك هذا مثل هيك البيت فيزيتر سنتر، يجون يفوتون بيه ياخذون من عنده شو يسموها هاي تيكيتات هاي مال الباص. اي تيكيتات مال الباصات، وهمينا هيك ذكرى جايين من مثلا اوروبا يجون عليها ياخذون مثلا كابس وش اسمها هذول مال مفاتيح صور. اي هذول يسموهن ما اعرف ايش المهم شو اسمهن، هدايا نقول هدايا. وورا مناك اكو مكان شرطة، يعني هيك مكان صغير تفوتون لكندا مشي تعبرون لها، بس اكو جسر كبير هم يفوتوكم عادي من هنايا. اللي عندهم يعني الجنسية الأمريكية أو هم عايشين هنا عادي يفوتون، بس هناك بكندا يكون أنا قبل ايش قد قبل أنا ماشية قبل سنة هيك دفعت $1 واحد تقريبا على الدخلة على كل نفر، بس بالسيارة قبل يوم من رحت لكندا بالسيارة $5 تدفعون، ومن ياخذها $5 الحدود الأمريكية، بس بالروحة على ما أعتقد الحدود الكندية هم يقسموها أي بيناتهم بالنص. وطبعا هنا بكل مكان شرطة موجودة، شوفوا يعني يفترون. أي وهذه كنا هناك اكو محلات همين مال هدايا، مطاعم، كافيات، هذا الشغلات هنا، ماركتات، مولات، اي هاي كلها هنا. طبعا بس النياجرا الكندية بها فعاليات اكثر. شوفوا ما شاء الله شلون هدوء، بعيد عن الشلالات ماكو صوت بس ناس كلش قليلة. هاي الخريطة باعي وين احنا كنا؟ نياجرا فولز ستيت بارك. اي ثينك هنا. اي هذا هياته. احنا هاي الفيزيتر سنتر قاعد هسه احنا هنا كنا هاي المكان، هاي الستيشن اللي قلت لكم عليه الباصات توقف هنا، وهاي احنا وقفنا هنا وين هذول الناظورات ما ادري ايش يسمونهم المهم هاي اللي اقول لكم عليها الحديقة، تروحون عليها هذا الجسر تفوتوا، هاي كلها هاي حديقة هناك. كندا. بس مسافة بعيدة. لا كندا من هناك، هاي امريكية. والله هاي الامريكية، كندا ذيك كلها ما علينا احنا بالكندية. اي والله هذيك كندا مكتوب عليها كندا. هاي كلها. شوفوا هذا الشارع ما شاء الله ايش قد حلو. طبعا هنا همين توقفون السيارات، همينه اكو آلات تحطون بهن كاش او بالكارت. شنو هاي؟ ماكو حد بالشتاء كأنه مال وفاء. خلينا نروح نفلت راح تصير الدنيا ليل هسه احنا. طبعا هذا اللي قدامنا فندق وكازينو. هذا شوفوا الوزات. انت مهاجرتن هنا مهاجرن بعدين ذني جايات اشتى مكان اشتى وجايين ناس. هاي هذا مال شو اسمه هذا الكرتون نيلز. اي بس نيلز ابيض. لا وشي مال هاي اللي وياه المجموعة شو يسمونه؟ باقية بس سيارتي وسيارة أحد. هاي سيارتي وهاي سيارة ما أدري منو. هاي استوى وجه
لأن صار الدنيا ليل. فخلوا نروح اكو هناك كافي، خلوا نروح ناخذ كافي لأن جمدنا، وراها نطلع نروح للبيت إن شاء الله. صارنا ايش قد؟ ساعتين ونص تقريبا. اي ساعتين. ساعتين. هو احنا اخذنا طبعا السيارة ساعتين بس، ما طول هسه صار الدنيا مغربية يسامحون بيها شوية. ما يسامحون؟ ما اعتقد. لا عاد تظلي بالسيارة. رسالة. لا عاد ظلي بالسيارة، خليني اروح اجيب قهوة واجي. هسه عندنا الساعة 5:30. شوفوا المنظر ايش قد حلو ما شاء الله. وهاي القهوة هنا الكافي بعد لي قدام ماكو حد. والله العظيم والله العظيم من جيت اجي بالصيف هذا الشارع ماكو، مليون ملي من كل دول العالم. ايه هذا مطعم بس احنا مو جوعانين، بدنا نشرب شي حار بس. وهسه جايين على سبوت كافي. ما ادري مفتحة لو معزلة؟ معزلة ماكو احد. لا اوبن مكتوب. معزلة يصدقون من مشغول. اوه نو اوه نو. يلا تأخرنا عليهم. لازم نروح هسه على غير مكان. والله حسيت يتأخرنا. وطبعا طلع المكان معزل لأن بهيج وقت دائما يعزلون الساعة 5 ورا، ما يفتحون بنياجرا فولز كلش قليل خاصة بالشتاء، بس بالصيف يظلون للوحدة 12 بالليل وعادي. فقررنا نروح على غير مكان حتى نشتري قهوة وبعدين نروح للبيت. وشكرا لكم هواية على المتابعة والتعليقات الحلوة. أتمنى يا رب يعجبكم هذا الفيديو، ولا تنسوني باللايك والشير والسبسكرايب. ثانك